سمعت عن اللي بيموت في نفسه؟ كلنا بنحب نفسنا بس في واحد مات بجد في نفسه. في الأسطورة اليونانية كان في شاب وسيم جدا اسمه نيرسيسوس، كان معجب بنفسه لدرجة انه وقع في حب نفسه. القصة بتقول انه كان في يوم من الأيام ماشي، ولما شاف صورته في المية اتعلق بيها جدا وفضل باصص لنفسه طول الوقت. كل ما حاول يقرب من صورته في المية كان يغرق أكتر، لدرجة انه فضل واقف هناك لوقت طويل مش قادر يبعد عن نفسه. وفي الآخر بعد حبه المبالغ فيه لنفسه مات وهو في عالم موازي. وفي شوية روايات كده بيقولوا ان في استغفر الله العظيم كان في إلهة اسمها نينفيا كانت معجبة بيه، لكن ازاي طبعا هو رفض حبها. يعني هو كان فاضي يعني من حبه لنفسه، وعشان كده كان العقاب انه يعيش في حبه لنفسه لدرجه انه يموت. لما مات طلعت زهره مكانه سموها زهره النرجس. شفت اللفه جت ازاي؟ يعني ببساطه نيرسيسوس انشغل بحبه لنفسه لدرجه انه نسي باقي العالم. رغم كل ده ما قدرش يبعد عن صوره الشاب الامور اللي شافها في الميه، اللي هو برضه. ومن هنا جت كلمه نرجسيه. النرجسيه باختصار هي حب النفس، وكلنا بنحب نفسنا برضه. لا، قصدي حب النفس الزياده حبتين. الحب اللي بيخليك معمي عن اي حاجه حواليك، الحب اللي بيخليك ما تفكرش غير في نفسك، الحب اللي بيخليك ممكن تيجي على اقرب الناس ليك. عارف انت الشخص اللي لو عمل حاجه حلوه لازم يعيدها 5 مرات قدام الناس؟ عارف اللي اشتغل على مشروع مع التيم بتاعه ويجي في الاخر يرفع ايده قدام الناس ويقول انا اللي عملت ده؟ الشخص النرجسي ده بيشوف نفسه اهم واحد في الكون، الناس كلها بتبص له، الناس كلها بتحسده في الجامعه في الشغل، ودايما كده مناخيره في السماء، وفي الاخر يعني هو محدش يعرفه اصلا. الناس دي من كتر ما هي بتحب نفسها بتلاقيها مهتميه جدا بلبسها، بكلامها مع الناس، لان هي بتخاف جدا ان حد يتعامل معاها باسلوب مش. بس خلي بالك هو كده بيجر رجلك. لو كنت مصاحب نرجسي هتكتشف انك دايما رقم 2 في حياتك. يعني لو لقيته مش بيهتم بارائك ولا فاضي يسمعك، صدقني ده مش عشان هو مش مهتم، ده عشان هو بس مش شايف غير نفسه. تبقى يا عيني جاي تحكي له عن حاجه مزعلاك بس هو اصلا مش مهتم. لكن طبعا لو الموضوع يخصه هيفضل يتكلم عليه 180 دقيقه ما عندوش مشكله. لكن عارف انت بقى لو هو بيتكلم في حاجه وحاسس ان انت مش مهتم الدنيا تخرب. هو اصلا مش هيتقبل الرفض. يعني انت عايزه يقول لك حاجه وتقول له لا، ده انت اتجننت رسمي بقى. لكن لو قررت تقول لنفسك انك هتقعد في حالك هتلاقيه طالع لك من اي حته وفي اي ابلكيشن. في دراسات في جامعه كاليفورنيا 2014 بتقول ان الناس النرجسيين دول اكتر ناس بيستخدموا السوشيال ميديا. هتلاقيه دايما بيتصور كتير وبيعمل ايديت كتير لانه مش قادر يتقبل ان في عيب في نفسه او في الصوره. دايما اكتف، بيتكلم عن نفسه كتير، بيحب يروح اماكن محدش كتير بيروحها عشان خاطر في الاخر يبين قد ايه هو مختلف. هل فكرت ازاي تقدر تتعامل مع الشخص ده؟ ازاي تقدر تتواصل معاه اصلا؟ الاجابه سهله جدا، ما تقدرش. علشان هم مش مهتمين برايك ولا بالنصيحه اللي انت بتنصحها لهم، لان هم دايما شايفين نفسهم بس. لو قعدت تتكلم معاه ساعه هو كل اللي في دماغه ازاي يقدر يرد على الكلام ده. لا، حتى لو نصحته هو بيفكر ازاي يهاجمك عشان يقدر يسيطر على الحوار. والنبي ما تقول لي كان في اكسام، دي دكاتره بشهادات ما يقدرش يعالجوا. بس الغريبه بقى ان العلماء في دراسات تانية قالوا ان الناس النرجسيين دول اوقات كتير بيبقوا انجح من الناس العاديين. تخيل انه خايف حتى يغلط عشان كاريزمته ما تتهزش قدام الناس، لكن ده اللي بيخليهم مركزين دايما وما بيغلطوش. تحسهم ناس لذيذه وواثقين في نفسهم. ما تضيعش وقتك وطاقتك مع حد نرجسي عشان انت اللي هترجع تدور على حد يساعدك. لو كان في حد نرجسي في حياتك ومش عارف تتعامل معاه، في حل ابسط، لازم تحط حدود للتعامل معاه عشان ما تتاذيش من اسلوبه. في النهايه النرجسيه مش حاجه صغيره، النرجسيه ممكن تاثر على شغلك، على مستقبلك، تاثر على الناس اللي حواليك. في الاخر لو لقيت نفسك في علاقه مع شخص نرجسي لازم تكون واقعي وتحط لنفسك حدود. اما بقى لو انت النرجسي فخد بالك، الدنيا مش كلها بتلف حواليك، خد بالك في غلابه عايشين معاك. قولوا لنا بقى قابلتوا كام حد نرجسي في حياتكم؟